وما بين سيسك فابريجاز حول اتهامات عنصرية نفاها كانوتيه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونفس الكلام برضو كان بالنسبة للنجم الاسباني فرانشيسك فابريجاز. يمكن دلوقتي هننتظر في ارض الملعب ايه هو الوضع، ويمكن عند فايز ثروت الخبر اليقين، وننتظر فايز ثروت في الوقت الحالي يقول لنا الاجواء عنده ايه في الملعب. زميلي فايز معك الميكروفون. شكرا زميلي بلال. انا فعلا دلوقتي متواجد في ارض استاد الكليه الحربيه في انتظار بدايه مباراه نادي الجيش والزمالك. بسؤال الزملاء الاعلاميين، انت عارف ان احنا دلوقتي قاعدين كلنا في المقصوره الرئيسيه للاعلاميين، استفسرنا وسالنا هل في مشكله في شرابات لاعيبه نادي الزمالك مشابهه لنادي الجيش، فعامل غرف خلع الملابس ده اللي سمعناه خرج بره الاستاد علشان يشتري، وانا شايف دلوقتي اللعيبه نازله ارض الملعب، والظاهر ان المشكله اتحلت ونادي الزمالك نازل بالوان شرابات مختلفه عن لعيبه نادي الجيش. بشكرك زميلي فايز، بالتاكيد اشكرك على هذا التوضيح الهام. شكرا لزميلنا العزيز المتالق دائما فايز ثروت في نيو لوك جديد طبعا لي مع تلفزيون النهار. اشكر فايز ثروت بشده، واذكر كل العاملين في الاستوديو التحليلي في تلفزيون النهار. ومع نزول المعلم ونزول فاروق جعفر نستعد دلوقتي لبدايه المباراه ما بين نادي طلائع الجيش وما بين نادي الزمالك. اهون رجعوا لعيبه الزمالك مره ثانيه على دكه البدلاء، وتوضيح هام ان عامل غرف الملابس غادر ارض الملعب عشان خاطر يشتري شباط ويرجع مره ثانيه عشان يرتديها لاعبي نادي الزمالك. اهي باينه لون الشرابات هو اللون الاخضر، اخضر على موف، اخضر على موف. وهو لعيبه نادي طلائع الجيش نزلوا لارض الملعب، اهون هيصطف اللعيبه لعيبه الزمالك ولاعيبه نادي طلائع الجيش في الوقت الحالي من اجل الاستعداد لبدء المباراه اللي اتاخرت بسبب الشرابات. عمرو زكي، عمر جابر، احمد المرغني، ابراهيم صلاح، محمد عبد الشافي، عبد الواحد السيد، محمود عبد الرازق شيكابالا، واحمد حسن واحمد سمير. ده كان